وتعب جامد فشخ بجد في قلب النسخة دي. رجعت لك النهارده بنسختي فيرجن 24، افجر نسخة في المجال، افجر نسخة واتساب هتشوفها في حياتك. بص انا عايزك تكمل الفيديو للاخر عشان النسخة دي من كتر المميزات اللي فيها انت نفسك هتتصدم. طرش الطرش حرفيا. تمام. بص يا قلب اخوك، انا عايزك تركز معايا في اللقطة دي. تمام، عايزك تركز معايا في اللقطة دي ومش عايزك تصدم. خلصانه، وصلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام كده. انزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، متنساش تفعل زر الجرس قبل اي حاجه. انا دلوقتي اهو مرفوع ادمن قدامك في قلب الجروب ده. تمام، انا دلوقتي مرفوع ايه ادمن في قلب الجروب. تعالى كده نخش على اي نسخه تانية كده عامه. بص، انا مثلا انزل رقمي اللي هو في قلب النسخه بتاعتي في 24 اللي هو ده. هنزله من الادمن. انا عايزك تركز معايا ثواني. بص، بيقول لي يور لونجر ان ادمن، يعني انت نزلت من الادمن. تمام، من غير اي حاجه. هاجي ارفع نفسي برضو ادمن تاني، هيقول لي ان انت عادي اترفعت ادمن. طبعا انت هتقول لي طب ايه الجديد في كده، هو انت بتشتغلنا؟ لا طبعا يا قلب اخوك مش بشتغلك. استنى كده وكمل الاخر. اروح رافع نفسي تاني ادمن اهو. تمام، سيبك بقى من ده كله. تعالى اوريك بقى. شايف بيقول لي يور ناو ان ادمن، يعني انت اترفعت ادمن تاني. طيب تعالى بقى كده هنفعل الزرار. نفعل الزرار بس كده في حته اوريك بقى حاجه عظمه بجد بقى. طبعا ده شكل النسخه من بره. هندوس 3 زراير، هتدوس على خاصيه نسخه تايجر وبعديها التحكم في اشكال النسخه، وهتنزل تحت كده معرفه من ازالك او نزلك من الادمن، يعني حاجه غشيمه. تمام، تعالى نرجع تاني على اخوك. هنخش كده في قلب الروم. شايف بيعرفك مين اللي نزلك من الادمن ومين اللي رفعك من الادمن. تعال نجرب تاني لحسن تقولي ايه ان هي فيك. لا هي مش فيك اصلا، تعال اوريك. اهو بص يا قلب اخوك، هنزل نفسي من الادمن اهو. this is admin، وبعديها make group admin، يعني انا رفعت نفسي ونزلت نفسي من الادمن. تمام، بس انا النسخه فيها حاجات كتير فشخ. انا عايزك تكمل الفيديو للاخر. شايف الحيوان ده نزلك من الادمن، السالك ده رفعك ادمن. بيعرفك مين اللي رفعك ادمن. شوف رقمي التاني اهو اللي هو 010 24 100 658 اهو. شايف قدامك ظهر ان هو اللي رفعني وهو اللي نزلني. تمام، انا عايزك تكمل اخر. طبعا هنا ترمي، بلاش نقول انتوا طبعا عارفين. تمام، وهنا عشان تبعت عامة الساوندات والحاجات دي كلها والكاميرا والحاجات دي كلها. تمام، يلا بقى عايزك تنزل كده تعمل لايك للفيديو، وعايزك تكمل الفيديو للاخر عشان في باسورد للنسخه. عشان الفيديو ده باذن الله انا عارف ان انت هتفجر اللايكات وهتفجر كومنتات، لان النسخه دي اقسم بالله نسخه واتساب عمرك ما هتشوف زيها. تمام، ولو لقيت تقدير على الفيديو ده بعد كده مش هنزل النسخ بباسوردات، بس انا عشان غبت كتير ولازم الاقي تقدير على الفيديو ده. خلصانه، انزل بالانترو يا ابني. Ashley, look at me. Leaves you broken in your bed. I will hold you in the depths of your despair. But it's all in the name of love. بعد ما وريتك الحاجة العظمة اللي في قلب النسخة الواتساب بتاعتنا بتاع النهاردة دي، تعالى بقى ايه اوريك مميزات النسخة. وان النسخة اقسم بالله بجد حاجة جمدان نهاية مجال يا عمري. كده ده شكل البيك بتاع النسخة من بره، يعني الصورة بتاعتها. تمام، تخش كده على النسخة تفتح معاك بالواجهة دي. شايف منظر النسخة رايق رايق اقسم بالله بجد. ودي طبعا الميكروفين اللي هي النمبرات انت مش عايز ترد عليها. لو جينا نضغط هنا على صورة البرايفت، ده اسمك ونمبرك، وده طبعا البايو بتاعك. تمام، لو جينا نضغط على كلمة تايجر فيرجن 24 اللي هي الفاضي، هيقول لك ان انت تخفي الشتات بباسورد وكده، وفيها ان انت تضيف اكتر من رقم في النسخة. تمام، شايف ان انت تضيف اكتر من رقم في النسخة. وبص ده كده شكل الشات. شكل الشات حاجة فخامة بجد. تمام،
سيبنا من ده كله، وده علامة السيرش، ودي السحاب دي ان انت تعمل وضع الطيران للنسخة. تمام. بعديها تضغط هنا على التلات نقط، دوس على الاعدادات العادية. طبعا الاعدادات كلها بتاع النسخة العادية اللي احنا عارفينها، وده كله، وده الاباوت، وملناش دعوة بده كله، الافاتار والحساب، وده طبعا الفترات، السيم، وان ده فعل عشان ترمي من الكيب وكده. تمام يا قلب اخوك. بعدين نضغط التلات نقط، خصوصية نسخة تايجر، ده الخصوصية بتاع البراس العادية اللي احنا كلنا عارفينها. شوف النسخة انا معربها لك تعريب اقسم بالله رايق. تمام. يعني بص، قدر التعب ده، يلا وزي عمل لايك للفيديو، اشترك في القناة، سيف على زر الجرس، خلصانة يا قلب اخوك. وده تنظيف الداتا، وده النسخ الاحتياطي عشان تركب ملف السرعة وكده. طبعا انت هتقول لي ايه ملف السرعة ده؟ قلب في القناة هتلاقي فيديوهات كتير اوي ملفات السرعة. تمام، عشان الناس تقعد تسألنا عن ملفات السرعة وكده. خلصانة يا قلب اخوك. وده التحكم في اشكال النسخة. دي خطوط النسخة اهي. شوف النسخة هنضيف لك فيها خطوط أجنبي عاملة ازاي، خطوط رايقة بجد أوي هتعجبك. وده علامة أنماط للصوت، تمام، اللي هي بتاع الريكورد وكده. خلصانة يا أخوك. وده تغيير شكل الانتر اللي في الشات، ده الانتر بتاع الايفون، وده الانتر بتاع التي سي بي، وده برضو بتاع الايفون، وده الانتر اللي هو العادي بتاع النسخة. طبعا الانتر بتاع النسخة رايق اصلا. ودي صورة انمي في واجهة النسخة، هتختار دي هتلاقي صورة انمي. وشوف بقى، دي صورة انمي في الخصوصية بتاع النسخة اللي هي البرايفسي، يعني اول ما تفعل ده تلاقيها صورة ظهرت لك. تمام يا قلب اخوك. وده فصل الشات عن الرومات، وده اظهار ايقونة اكثر من رقم، اظهار ايقونة وضع الطيران، وانا ده تعطيل الحالة تحت اسمك وكده. ده عدم فتح الشات المخفي عند كلمة تايجر، وده تثبيت اكتر من 1 كي شات، وفي نفس الوقت اعادة توجيه للناس بتوع الشير وكده. خلصانه يا قلب اخوك. وده اظهار مين متصل ومين مش متصل من بره، انت هتضغط عليه كده وتختار اللي هي اخر واحده دي. تمام يا قلب اخوك. وده اظهار الستوريز الانستجرام وكده. ودي تغيير اسم الانتر اللي هو اللي في قلب الشات، بدل كلمة تايجر فيرجن 24 انت هتكتب اسمك، مثلا محمد احمد، فاهم كده يعني. ودي طبعا معرفة من ازالك ونزلك من الادمن اللي انا لسه شارحها لنا دلوقتي. ودي التأكيد قبل ارسال الستيكرز، ودي اظهار علامة الادمن يعرفك مين الادمن اللي في قلب الروم وكده. خلصانه يا قلب اخوك. وده تعطيل الرياكت وكده. كده احنا عرفنا وده التحكم في الوان الشات. شوف ده بقى كلهم، ده ان انت تغير الشكل بتاع الشات. طبعا انا مخليه اسود. شوف بقى انت هنا لو دوست على كلمه كاستم دي تغير الالوان اللي انت عايزها، وده كله انا عن نفسي بحب الاسود. خلي الاربعه سودا الكوريه. وده شغل ده عشان تشغل الوقت والساعه وكده. تمام. هو عامه كده وكده النسخه انا ظبطت لك فيها الوقت والساعه من غير ما تدفع الزرار دي اصلا، بس زي التاكيد برضو عشان في تليفونات الحاجات دي مش بتشتغل فيها. وده قسم الزراير بلاش نقول، انت عارفين طبعا يعني. شايف كلها حاجات رايقة. وده اعمل ريب، تعمل ريب هتخلي اللي قدامك يهنك. تمام. طبعا الزراير دي كلها انت اكتشفها بنفسك. ودي طبعا لينك قناتي، وده برنامج ده برنامج على بيس ارت، فيه صور وحاجات زي كده. وده رقمي، وده بلاش مالكش دعوه بيها. خلصانه. وده الابوت بجد حاجه جمدان 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 جمدان. البص من هنا لبكره. وده الانستا وروم التري. تمام يا قلب اخوك. تعالى كده بقى اعرفك الباسورد بتاع النسخة. تمام. ولو انت معرفتش تحمل النسخة اتفرج على اي فيديو لاي نسخة من نسخي هتعرف ازاي تحمل النسخة. السواء عامة اللينك بتاعها سهل، وهحط لك مباشر تحت في قلب الوصف. بس انت اهم حاجة تقدر تقدر التعب ده، تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة، متنساش تفعل زر الجرس. انا مبرضاش اكتر معاك، وبعمل لك نسخ عظمة انت مش هتلقاها عند حد على اليوتيوب اساسا. فانت قدرني عشان استمر في قلب الموضوع ده. تمام. بص يا قلب اخوك، ركز معايا. الباسورد 2004. هعيد تاني 2004. هعيد تاني 2004. عشان الناس اللي بتقولي انا تاجر معرفتش اجيب الباسورد يا تاجر، طب انا ذنبي ايه؟ طيب ما وبعدين الباسوردات دي، ده الباسورد. تمام. 2004 باسورد افجر نسخة في المجال. خلصانة يا قلب اخوك. وطبعا نسيت اشرح لك ده مسج النمبر مش متسيف، وده راستر واتساب تايجر، وده اعمل روم لمي في الحبايب، واعمل بي سي، وافتح الشات، ودي المسجات اللطيفة، ودي الاعدادات العادية، وده طبعا الميكروفين والرومات، وده طبعا التلقيح وبعديها الزنانين، وده كله. تعالى بقى اوريك حاجة عظمة. شوف ده لو انت عايز تثبت الستوري هتفضل ضغط كده على الستوري، وهتروح ضغط بعدها على كلمة فاكس هنا كده. طبعا انت هتفعل الزرار اللي هو جوه بتاع تثبيت الستوري وكده. شوف ده كل الاستوريات متثبتة فوق. تمام. ونسيت فيها ميزة ان انت
ترفع ريكورد ستوري وتغيير اللون بتاع الستوري. كنت هنسى اشرح لك دي بس الحمد لله. او بص اضغط كده فيها ان انت ترفع ريكورد ستوري والحاجات دي كلها. بجد يا جدعان النسخة نهاية مجال، اقسم بالله النسخة دي بجد نهاية مجال، متجيش جنبها حاجة. فانت قدر التعب، وبالله عليك انزل بقى كده اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، متنساش تفعل زر الجرس. تعالى كده نضغط هنا وايده وكده، وبعديها شوف الام بي 3 اللي هو اي ساوند عندك عامة هيبعت من النسخة على نظام ريكورد. خلصانة يا قلب اخوك، احلى مسا عليك، اشوفك في الفيديو الجاي. ويلا متنساش اهم حاجه تفعل زر الجرس وتخش في قلب جروب التليجرام بتاعنا عشان تشوف كل نسخي، وبنزل حاجات كتير اوي هتعجبك. احلى مسا عليك، اشوفك في الفيديو الجاي. واستنى كده نسيت اشرح لك تذكر فيه الفيك والشده. ده مسح الرساله المثبته، وده ريب من التمرين الاسفل، تمام. وده فابريكت شتات علشان الناس اللي بتحب تفبرك شات او تعمل ارقام وكده. خلصانه. وده عمل تيست للنت، ده كلهم اختبارات للنت تعرف النسخة معاك بتاعك ولا لا. يلا سلام.